السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم مستر ابراهيم اكرم، واحنا ان شاء الله هندرس مع بعض مادة الرياضيات تانية ثانوي الترم التاني. مادة الرياضيات عامة في الترم التاني بتنقسم الى رياضة تطبيقية ورياضة بحتة. احنا ان شاء الله هنبتدي بالرياضة التطبيقية. الرياضة البحتة وهو اول درس المتتابعات. هو درس المتتابعات ده احنا ان شاء الله هناخد الدرس ده كامل في الحلقة دي ان شاء الله يعني. وهنا هنخش يلا ونقول بسم الله. بيقول لك المتتابعات المنتهية والغير منتهية. احنا المتتابعات دي أول حاجة بتنقسم إلى إيه؟ متتابعات منتهية وغير منتهية. المتتابعات المنتهية دي هي متتابعات لها عدد محدد من العناصر. لها عدد محدد من العناصر، يعني أنت مثلا فتحت قوس قلت من 1 ل5، فمن 1 ل5 كده أنت حددت إنها إيه؟ من 1 لحد رقم 5 اللي هم 5 أرقام، من 1 لحد رقم 5 اللي هم إيه؟ 5 أرقام. فأنت هنا حددت إن هو بقى ليها عدد محدد من العناصر، فهي دي المنتهية. إنما الغير منتهية هي ليس لها عدد محدد من العناصر. يعني أنت مثلا ليس لها عدد محدد من العناصر، يعني أنت مثلا فتحت قوس وقلت من 1 لنقط لما لا نهاية. من ما لا نهاية دي فأنت قلت إنها لهاش عناصر محددة، يعني انت ما حددتلهاش عنصر، فدي تبقى الغير منتهيه. احنا معانا امثله اهي عشان نعرف شكل الاسئله ممكن تيجي ازاي وكده عن الايه المنتهيه والغير منتهيه. فاحنا هنا نخش على اول مثال. بيقول لك من 2 5 8 11 ل 32. فهو قال لك ايه؟ هو هنا حدد عناصر، قال لك ان هي من 5 لحد 32، فدي لها عدد محدد من العناصر، فدي هتبقى المنتهيه. دي المنتهيه. بيقول لك بقى هنا هنخش على المثال الثاني. بيقول لك نص 1 2 4 الى ما لا نهايه. فهو قال لك من نص الى ما لا نهايه، فهو ما حددش عناصر. هو من نص لما لا نهايه وكده ما قالكش انها ليها عدد محدد من العناصر، فدي غير منتهيه. هنا نخش على المثال الثالث. بيقول لك الحاء نون، حيث الحاء نون بتساوي 2 نون ناقص 3. الحاء تنتمي لصاد موجب، والنون تنتمي لصاد موجب. فهو هنا قال لك ايه؟ ان هنا ان النون بتنتمي لصاد موجب والحاء بتنتمي لصاد موجب. فهو هنا ما حددلكش ارقام، يعني هو هنا ما قالكش الحاء تنتمي مثلا ل 10 ارقام، ل 20، لمجموعه من مثلا من 1 ل 10، من 1 ل 15. فاهم؟ فهو هنا ما حددش ارقام ولا في الحاء ولا في النون، فدي هتبقى غير منتهيه. ننزل على المثال الرابع، وهو النون تنتمي لمجموعة من 1 و2 و3 و4 و5. هنا هو حدد لك، قال لك النون بتنتمي من 1 ل5، من 1 و2 و3 و4 و5، يعني 5 أرقام. فهو هنا محدد إنها 5 أرقام، فدي تبقى المنتهية. هنخش هنا إن شاء الله إيه؟ خش على اللي بعده. الجزئية اللي بعده هي الحد العام للمتتابعات. يرمز للحد العام للمتتابعات بالحاء نون. الحاء نون دي وممكن تنطق بالحد النوني. حيث الحاء نون هو صورة العنصر الترتيب النون في المتتابعة، ويمكن استنتاجه من خلال بعض الحدود المعطاة من المتتابعة، وذلك بإدراك العلاقة بين قيمة الحاء نون ورتبة الحد النوني. معانا أمثلة عشان نفهم الحد العام للمتتابعات. هو قال لك هنا مثال 2 4 6 8 إلى ما لا نهاية. هو هنا قال لك من 2 4 6 8 2 4 6 8. فأنت هنا عرفت إنها بتزيد عددين، صح؟ فهو هنا اللي يبقى هنا 2 ثابت، صح. هنا بقى بتزيد قد إيه؟ هنا زاد العددين، فهي ممكن تبقى 2 في 1، 2 في 2. انت عامة الحد النوني ده انت كده هتعوض عن النون برقم، يعني هتعوض عن النون ب1 و2 و3 و4. هنعوض هنا عنها ايه؟ لو هي ب2 هنعوض بقى مثلا لو قلنا الاتنين في النون، هنقول هنا الاتنين في 1 ب2، الاتنين في 2 ب4، الاتنين في 6، الاتنين في 3 ب6، الاتنين في 4 ب8. فانت هنا قلت انها متكونة من، قلت ان كده انت كده عرفت انها متكونة 2 في النون. اللي هي تبقى هنا انت كده جبت الحد العام اللي هو الحاء نون بيساوي الاتنين في النون.
ليه احنا جبنا الاتنين في النون؟ زي ما قلنا ان انت كده كده اصل انت ممكن تقول النون دي تربيع، يعني ممكن تقول 2 اس نون، 2 اس 1 ب2، الاتنين اس 2 ب4، الاتنين اس 3 ب8، هو في هنا 6، يبقى دي مش نافعه، فهنقول انها ضرب. الاتنين في 1 ب2، الاتنين في 2 ب4، الاتنين في 3 ب6، فدي الصح. عشان كده قلنا ان الحد النوني بيساوي 2 في النون. هننزل على المثال اللي بعده، بيقول لك نص وربع تمن 16. فانت هنا في اول 3 هتقول انها بتزيد 2، صح؟ صح، انما جت في الرابعه وزادت اكتر من الاثنين. فاحنا هنا عرفنا ان الاثنين ثابته، بس في رقم هو اللي مزودها. فانت هنا لو ضربتها مش هتجيب. اقول لك ليه؟ عشان احنا زي ما اتفقنا في المثال اللي فوق، زي ما اتفقنا عامه ان الحد النوني انت كده كده بتضرب في النون، النون دي يتعوض عنها بواحد واثنين وثلاثه واربعه. فانت هنا لما النص، لما انت معاك الاثنين هتضرب الاثنين في واحد باثنين، فاهم؟ احنا دلوقتي بنجيب المقام، هو كده كده الواحد ثابت، يعني كده كده عندنا في البسط الواحد ثابت اللي هو يعني هنقول انها نص. فانت هنا لو ضربت في 2 هتبقى ايه؟ 2 في 1 ب2. لو ضربت في نص، لو انت هتضرب في نص هتبقى هنا النص بقى، هتضرب النص في كام؟ في 1 في 2 في 3 في 4. فانت النص في 1 بنص، النص في 2 بواحد، فهنا دي مش نافعه. فليه ما نقولش انها اس؟ نجرب الاس، هنقول النص اس 1 بنص، النص اس تربيع بربع، النص اس 3 ارباع بتمن، النص اس 4 ب16. فدي ايه الصح؟ يبقى هنا الحد النون يبقى ايه؟ 2 اس نون، النص اس نون، صح؟ هنخش على المثال الثالث وبيقول لك سالب تلت ربع سالب خمس سدس. فانت هنا هي بتزيد 1، هي هنا بتزيد 1، فاحنا ناخد السالب نص. هقول لك ليه؟ عشان انت هنا اصلا السالب بيختلف، انت عندك هنا السالب 1 و1 وسالب 1 و1، فانت هنا لاحظت ان في مره سالب ومره موجب، مره سالب في مره موجب، مره سالب في مره موجب، فانت مش عارف تعمل ايه، فاهم؟ فانت هنا ما تقدرش انها تقول انها بتزيد، انك هنا انت لو قلت انها بتزيد مش عارف هتزيد قد ايه، اصل انت هنا بتقول سالب 1 بقت ربع وبعدين قلت تاني بقت سالب، فاهم؟ فهي لما تبقى كده بتزيد وبتقل، احنا هناخد الرقم اللي قبل، هتبقى سالب نص. السالب بنص هتاخد بقى، هنشوف. انت اول حاجه عايزين نحل مشكله المقام، انت هنا مره زادت ومره قلت، فانت هنا ممكن تقول انها في اس. اقول لك ليه في اس نون؟ اقول لك ليه؟ عشان انت هنا لو لاحظت انك لو قلت سالب 1 اس نون، سالب 1 اس 1 بسالب 1، وسالب 1 اس 2 بواحد، سالب 1 اس 3 بسالب 1، فاهم؟ فهي ماشيه زي ما هي ماشيه في المساله، يعني هو زي ما هو كاتب لك هنا في المثال انها بقت سالب 1 و1 سالب 1، فهي بانت انك لو عملت الاس نون انت كده كده بتعوض عن النون ب1 و2 و3، فانت هتعوض السالب 1 اس 1 بواحد، السالب 1 اس 2 هتبقى بواحد، لو سالب 1 اس 3 بسالب 1، لو سالب 1 اس 4 بواحد. فاحنا كده حلينا ايه؟ مشكله البسط. هنخش على مشكله المقام. مشكله المقام عندنا هنا بيقول لك 3 زائد 1، التلاتة هنا انت بتقول 2، فانت لو لاحظت انها بتزود ايه؟ بتزود، فاهم؟ فانت هنا هنعملها جمع، هتبقى 2 زائد النون عندنا هنا هتبقى 2 زائد 1 ب3، 2 زائد 2 ب4، 2 زائد 3 ب5، اهو زي ما هي ماشيه، فاحنا كده ماشيين صح، تمام؟ فاحنا كده فهمنا ان انت اول حاجه بتبص على عينك على المساله وبتجرب. اول حاجه بتجرب، يعني انت مش بتحل، انت مش فاهم، يعني انت مثلا السؤال اهو، انت اول حاجه بتشوف هي ايه؟ بتتطور الارقام ما بينهم ازاي. هنا بقت 2 بقت 4 بقت 6 بقت 8، فهنا بتزيد 2، صح؟ فانت بتجرب. لو انت مثلا قلت انها جت في دماغك انها تربيع، فانت هتجرب اول حاجه التربيع. انت هنا 2 اس 1 ب2 و2 اس 2 ب4، 2 اس 3 ب8، في هنا 6 دي ما جاتش، يبقى دي الخطوه دي غلط، فانت هتجرب الضرب.
هنجرب هنا 2 في 2 ب4، الاتنين في 1 ب2، الاتنين في 2 ب4، الاتنين في 3 ب6. فهي كده دي الصح، فاهم؟ يعني هي تجارب مش داخله على طول، فاهم؟ فانت جربنا في جربنا في جربنا، فنجرب التربيع، نجرب الضرب ما ينفعش، فاهم؟ نجرب التربيع، فاهم؟ فهي كده انت دي اول حاجه بنبص عليها الخطوات، عشان هو قال لك هنا ان انت ممكن تجيبها من خلال بعض الحدود المعطاه. الحدود المعطاه اللي هي الحاجات اللي هو مديها لك في السؤال، صح كده؟ مدينا بقى ملحوظه، بيقول لك يمكن استنتاج العام لبعض المتتابعات بمتتابعه اعداد 1 و2 و3 و4 و5 حدها العام هو الحاء ن تساوي ن، بينما المتتابعه 4 5 6 الى ما لا نهايه. هو قال لك 4 5 6 الى ما لا نهايه، فما لا نهايه دي ملهاش، يعني مش هتساوي ن، عشان هي ايه؟ مش محدده، عشان هي مش منتهيه. فهنا تمثل متتابعه اعداد ابتداء من الحد الرابع. الحد الرابع احنا نحل ازاي هنا؟ يعني هو اداك مثلا 4 5 6 الى ما لا نهايه، فهو ما ابتداش بواحد واثنين وثلاثه، ولو ابتدى بواحد واثنين وثلاثه نعرف نقول عليها كده، بس هو ما ابتداش بواحد واثنين وثلاثه وما نهاش برقم. فانت هتاخد اول رقم في المجموعه اللي هو مديها لك في القوس اللي هو اداهولك اللي هو الاربعه، فده هيبقى الحد، وهنقلل رقم وده هيكون اللي هو ايه؟ الرقم اللي انت هتقلله ده اللي هيتجمع مع النون. يعني انت مثلا هو مديك هنا 4، فانت قلت الحد الرابع، فهتبقى الحد العام بيساوي ن زائد 3، فاهم؟ هنخش هنا بقى على الايه؟ الملحوظه الثانيه، بيقول لك متتابعه اعداد الفرديه 1 3 5 7 حدها العام هو الحاء ن، والحاء ن بتساوي 2 ن ناقص 1، عشان هي اعداد فرديه. فانت لو لاحظت ان هنا 2 ن هنا بتزيد 2، فانت هتقول 2 ن ناقص 1. اقول لك ليه؟ عشان هي اعداد فرديه. فانت لو عوضت هنا بالحاء 1 والحاء 2 والحاء 3، فانت لو عوضت هنا بالواحد 2 ن زائد 2 في 1 ب 2، 2 في 2 ب 4، دي كده هتطلع لك موجب، فهنضطر نحط ايه؟ ناقص 1. ما تحط ناقص 1 تطلع لك الارقام سالب زي ما انت شايف. يعني انت لو هنا لاحظت اهو 2 ن ناقص 1، فانت هتقول 2 في 1 ب 2، ناقص 1 تبقى ب1، فانت 1، 2 في 2 ب 4 ناقص 1 3، فهي ماشيه كده، صح؟ فهنا بيقول لك هنا ممكن بقى ايه؟ بينما المتتابعه 11 13 15 تمثل متتابعه اعداد فرديه ابتداء من الحد السادس، ويكون حد العام هو الحاء ن تساوي 2 في ن زائد 5 ناقص 1. هنا اول حاجه احنا اتفقنا عليها ان انت هنا، بس دي مش زي دي مش زي دي، عشان هو ده الاستنتاج العام، انما ده استنتاج دي متتابعه اعداد فرديه. فانت هتبتدي، هو قال لك 11 13 15، فانت هتجيب من اول مجموع معاك 1 3 5 7 9 11 6 ارقام، فانت هنا قلت الحد السادس عشان هي وراها بال11، عشان احنا متفقين ان احنا بناخد الرقم الاولاني في المجموع. فانت هتلاحظ ان 5 ارقام ورا وده السادس، يبقوا دول 6، فهنا 6 الحد السادس. ويكون احنا اتفقنا ان لو هو حد سادس فالنون بتتجمع مع الحد اللي قبله اللي هو الرقم اللي قبله اللي هو 5، فانت هنا هتبص هتقول ن زائد 5، فانت هنا ليه عملت 2 بره والنون زائد 5 ناقص 1؟ احنا اتفقنا ان كده انت بنلاحظ انها ايه؟ بتزيد عددين، فهنا 2. ولو لاحظت ان انت لو عوضت برضه بنفس الحكايه، ان انت لو عوضت بحاء 1 وحاء 2 ومعاها 3 هتديك اعداد موجبه، فلازم نطرح من عدد سالب، لازم نطرح من عدد السالب اللي هو السالب، لازم نطرحها من 1 عشان تدينا العدد الفردي اللي احنا عايزينه. احنا لو سيبناها زي ما هي دي هتبقى اعداد موجبه، فاهم حاجه؟ فهنا بيقول لك بقى ايه؟ هنا قال لك 2 ن زائد 1 سالب 2 ن زائد 5 سالب 1، فانت هنا هنعوض يا عم، هنعوض عشان برضو نثبت لك ان احنا واخدين القرار الصح اللي هو لازم يبقى فيه السالب 1 بره. فانت هنا الاثنين قلنا هنعوض في 1، هيبقى هنا 6 في 2 ب 12، من غير بقى لو انت بقى ما تطرحها من 1 تديك ال 11، لما تطرحها من 1 تديك ال 13، لما تطرحها من 1 تديك ال 15. فهي كده بانت ان احنا مختارين الاختيار الصح، انها 2 في النون زائد 1 ناقص 1. بيقول لك هنا متتابعه الاعداد الزوجيه،
متتابعة الأعداد الزوجية 2 4 6 8 حدها العام هو 2 الحاء نون بتساوي 2 في النون. ليه بقى؟ لو لاحظت هنا إن هنا كتب 2 في النون بس، وفوق كتب 2 في النون ناقص الواحد، عشان الاتنين في النون بتدي الأعداد الزوجية، عشان لما هتعوض في الحد النوني هيديك الأعداد الزوجية. النون لو هتعوض في النون اللي في الحد النوني تديك الأعداد الزوجية. إنما بقى هو طلع فوق في السالب عشان هو عايز أعداد فردية مش عايز أعداد زوجية. هنا بقى بيقول لك متتابعة الأعداد الزوجية احنا قلناها، بيقول لك بينما المتتابعة 10 12 14 تمثل متتابعات الأعداد الزوجية ابتداء من الحد الخامس، ويكون حدها العام هو الحاء نون بتساوي 2 نون زائد 4. فاحنا هنا احنا اتفقنا زي ما اتفقنا في اللي فات، زي ما اتفقنا في السالب، زي ايه اللي هنعمله هنا؟ هنشوف الأرقام اللي قبله. هو قايل لك هنا بدايتنا 10، فأنت هتشوف 2 4 6 8 10 5 أرقام الحد الخامس، 5 أرقام الحد الخامس، ويكون حدها العام. احنا اتفقنا ان هو الحد الخامس يبقى هنجمع النون مع الاربعه، صح؟ فانت هنا احنا كنا قايلين انها 2 نون، فانت لما هتجمعها في 4 هتطلع الاثنين بره وهتبقى النون زائد الاربعه. وعشان نجرب ونثبت ان احنا ماشيين صح هتبقى 1 زائد 4 5، 2 في 5 ب 10، فهنا 10 2 في 6 ب 12، الاثنين في 7 ب 14، صح؟ احنا كده ماشيين في الصح وكده ماشيين في الطريق الصح. هنا متتابعة الأعداد المربعة 1 4 9 16 وحدها العام حاء نون بتساوي النون تربيع. فأنت أصلية حتى من اسمها مربعة يعني متربعة يعني نون تربيع. بينما المتتابعة 9 16 25 36 لو لاحظت إنها 1 4 9 1 4 9 1 4 9 يبقى 3 حدود، يبقى الحد الثالث، يبقى 3 حدود، يبقى الحد الثالث. اللي قبلها بقى احنا اتفقنا ان اللي باثنين اللي هي الحد الثالث يبقى النون زائد 2، بناخد الرقم اللي قبل الثلاثه ونجمعه مع النون. فانت هنا هو قايل لك اصلا انها نون تربيع، فبدل ما هتبقى النون تربيع هتبقى النون زائد الاثنين الكل تربيع. فانت في المسائل اللي زي دي لما تبقى اعداد زوجيه، اعداد فرديه، اعداد عامه، الاعداد دي لو هو ما ابتداش بالرقم الاساسي اللي هو 1 و2 و3 و4 وابتدى ب4، فانت بتعد الارقام اللي قبله والحد اللي بيبقى موجود اللي هو مثلا 3، لو هو 1 و2 و3 ابتدى بالثلاثه يبقى الحد الثالث، ونجمع النون مع الرقم اللي قبل الثلاثه اللي هو الاثنين. في الفرديه بنعمل كده، بس هو هنا 1 و2 و3 فدي الارقام اصلا يعني الواحد 2 3 4، فاهم؟ انما في الفرديه انت بتعد الارقام اللي ناقصه. فهو مثلا لو قال لك 11 فهتقول 1 3 1 3 5 7 9 11، كل دي فرديه 6 ارقام، فيبقى الحد السادس. لما يبقى الحد السادس يبقى نجمع النون مع الخمسه عشان هو حد سادس. يعني اتفقنا اللي قبل النون اللي قبل الحد اللي هو حد سادس يبقى الرقم اللي قبله بيتجمع مع النون. حط دي في دماغك وثبتها في دماغك، اللي قبله بيتجمع مع النون. والزوجيه نفس الكلام والمربعه نفس الكلام. معانا امثله عشان نبقى عشان نطبق عن حد العام للمتتابعات. بيقول لك اكتب الحدود الخمسه الاولى من المتتابعه الحاء نون. اول مثال بيقول لك حاء 1 5 حاء نون زائد 1 بتساوي 3 حاء نون، حيث النون اكبر من او يساوي الواحد. بيقول لك هنا اكتب الحد العام للمتتابعات، فهو قايل لك اصلا ان الحاء نون اكبر من او تساوي الواحد، فانت كده مفيش حاء واحد، هو اصلا مفيش حاء، وهو مديك الحاء واحد ب5. انت بقى هنا هتعوض هو عايز اول 5 حدود، فانت معاك واحد، معاك الحاء واحد، هتبقى معاك 4 حدود، فانت هتجيب 4 حدود وانت معاك واحد اللي هو مديهولك اصلا، فاهم؟ فانت هنبتدي بنون واحد، هنعوض عن النون في المساله اللي هو اداها لك اللي هي الحاء نون زائد 1 بتساوي 3 حاء نون. فانت هنا هتعوض، هتبقى الحاء 2 بتساوي 3 حاء 1، انت معاك الحاء 1 في راس السؤال ب5، فانت هنا هتضرب بقى 3 في 5 15، يبقى انت كده جبت حاء 2. النون 2 حاء 3 بتساوي 3 حاء 2،
فانت جبت لسه جايب الحاء 2 بكام؟ ب 15. فنقدر نقول ان 3 في 15 ب 45. والحاء 3 نفس الحوار، هتبقى حاء 4 نفس الموضوع يعني. حاء 4 بتساوي 3 حاء 3 في 45 ب 135. النون 4 الحاء 5 3 حاء 4 بتبقى التلاتة في 135 هتطلع ب 405. كده الخمس حدود الأولى من المتتابعة 5 15. هتقول لي جبت 5 منين؟ ما احنا قلنا احنا متفقين ان احنا معانا هنا الحاء 1 الحاء 1 فده الحد الأول. معانا هنا 5 حدود 5 15 45 135 405. بيقول لك أي ان احنا جبنا الارقام دي ازاي؟ كده هنقول الخمسة في 3 أس 0. 5 في 3 أس 0 ب5 عشان التلاتة أس 0 أي حاجة أس 0 بصفر. أي حاجة أس 0 أكنها مش موجودة فهي 5. اللي بعدها 5 في 3 أس 1 فهي هتبقى 15. بعدها 5 في 3 أس 2. فأنت كل ما هتضرب في الأس هتزود أس زي ما اتفقنا. هتبقى الحد العمل دي هتبقى 5 في 3 نون ناقص 1. هتقول لي ليه نون ناقص 1؟ فانت لو حسبتها بدماغك ليه نون ناقص 1؟ انت تقدر تقول هنا ان انت اصلا متعود عن النون بواحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة. فانت لو عملت 1 ناقص 1 يبقى 3 أس 0. 2 ناقص 1 بواحد. 3 ناقص 1 ب2. صح كده؟ صح. هنخش هنا على المثال الثاني. المثال الثاني بيقول لك الحاء نون زائد 2 بتساوي حاء نون زائد 1 زائد حاء نون. قايل لك هنا ان النون اكبر من او يساوي الواحد. الحاء 1 بتساوي 3 حاء 2 بتساوي 7. فانت النون هنا بواحد. هنقدر نقول نعوض بقى عن النون. هو هنا ما ادكش، هو هنا اداك حاء 1 وحاء 2. فانت هتعوض عن الحاء بواحد واثنين وثلاثة. عوضنا هنا عن النون بواحد واثنين وثلاثة. يبقى انت هنا الحاء 3 هنعوض بقى فوق. هتبقى الحاء نون زائد 2 هتبقى حاء 3. الحاء نون زائد 1 ب2 والحاء نون بواحد. فهو مديك اصلا الحاء نون 1 الحاء 1 وحاء 2. فهنا نقدر نعوض. نقدر نقول 3 زائد 7 ب10. النون 2 هتبقى حاء 4 بتساوي حاء 3 زائد الحاء 2. احنا جبنا لسه جايبين الحاء 3 ب10 فنقدر نقول ان 10 زائد 7 ب17. وكذلك في في النون 3 هتبقى حاء 5 حاء 4 زائد حاء 3. جبنا حاء 4 ولسه جايبين حاء 3 هتبقى 17 زائد 10 ب27. هنا 5 حدود. هو مديك حدين في راس السؤال. انت جبت 3 حدود بس ما تعديش بقى. هو طالب 5 يبقى احنا هنجيب 5. معاك 2 معاك نجيب 3. معاك 1 نجيب 4. معاكش نجيب 5 كاملين. هو هنا مديك 2 فوق هتبقى 3 7 10 17 27. نخش هنا على المثال الثالث. المثال الثالث هنا بيقول لك 3 الحاء نون بتساوي سالب 1 أس نون ناقص 1 في 2 نون زائد 3. هو هنا اصلا مش محتاج ان هو يديك. هو هنا مش مديك حدود. يعني انت هنا هو مش مديك حدود خالص. هنا الحدود اللي هتتكتب انت اللي هتجيبها بنفسك. فانت هنا النون بتساوي 1. نقدر نقول بقى عشان احنا هنا هنعوض عن النون بواحد. وهو اصلا مديك في راس السؤال ان الحاء نون هنقول الحاء 1 بتساوي سالب 1 أس 0 2 نون زائد 3 اللي هي بواحد على 5. النون 2 هنعوض برضه هتبقى سالب 1 ناقص 2 2 ناقص 1 هتبقى بسالب 1. 2 في 2 ب4 زائد 3 7. التلاتة هتبقى سالب 1. 3 ناقص 1 هتبقى سالب 1 تربيع اللي هي بواحد. 2 في 3 ب6 و3 9. 4 نفس الموضوع. سالب 1 هتبقى 4 ناقص 1 ب3 هتبقى سالب 1. 2 في 4 زائد 3 ب11. الخمسة هتبقى سالب 1. 5 ناقص 1 هتبقى ب4 فهتبقى 1. هتبقى 2 في 5 زائد 3 ب13. ملاحظات في المثال السابق. بيقول لك المثال السابق اللي هو العلاقة حاء نون زائد الاثنين بتساوي النون زائد الواحد زائد الحاء نون. فهي علاقة بين حدود المتتابعة وتعني أن كل حد يساوي المجموعة الجديدة المجموعة الحدين السابقين لها مباشرة. بيقول لك خش على هنا الملحوظة الثانية.
يقول لك إذا اختلفت إشارة كل حد في المتتابعة عن الإشارة الحد التالي مباشرة فإن المتتابعة تسمى بالمتتابعة التذبذبية. يعني أنت مثلا لقيت رقم مثلا اللي هي سالب 2 2 سالب 2 2 3 سالب 3 دي اسمها دي اسمها المتتابعة التذبذبية. متذبذبية ليه؟ عشان في فرق، يعني في هنا سالب 1 و1 سالب 2 و2 فاهم؟ يعني المتتابعة مش أرقام ثابتة، المتتابعة اللي هي مش 1 2 3 4 لا سالب 1 1 2 سالب 3 فاهم؟ تمام. فأنت هنا كده انا شرحت لك ايه الملحوظه الثانيه. خش على الملحوظه الثالثه. بعض المتتابعات ليس لها قاعده معروفه حتى الان وبالتالي ليس معروف حدها، العام مثل متتابعه الاعداد الدوريه 2 3 5 7 الى ما لا نهايه. المتتابعات التذبذبيه المتتابعات هنخش بقى على الجزء الثاني. المتتابعات تزايديه تناقصيه ثابته. المتتابعه التزايديه بيقول لك اذا كانت الحاء ن زائد 1 اكبر من الحاء ن، الحاء ن زائد الواحد ناقص الحاء ن أكبر من الصفر، فدي تبقى تزايدية. تسمى المتتابعة الحاء ن تناقصية إذا كان الحاء ن زائد الواحد أصغر من الحاء ن، أي الحاء ن زائد واحد ناقص الحاء ن تساوي الصفر. تسمى المتتابعة حاء ن ثابتة إذا كان الحاء ن زائد الواحد بيساوي الحاء ن، أي حاء ن زائد الواحد ناقص الحاء ن بتساوي صفر. هنخش هنا مثال، معانا أمثلة عشان نفهم ده، نفهم المتتابعة التزايدية والتناقصية والثابتة ونعرف نفرق، يعني ممكن نعرف طريقة الحل بتاعها ازاي. تمام. فهنخش هنقول هنا بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لك هنا مثال بين أي متتابعات حاء ن الآتية تزايدية أو تناقصية أو أيها غير ذلك، يعني ممكن تكون تناقصية ممكن تكون تزايدية ممكن تكون ثابتة، فهو بيقول لك يعني تزايدية وتناقصية أو إيه غيره فاهم؟ فهو هنا مدينا أول مثال بيقول لك الحاء ن بتساوي 3 ن ناقص الاثنين، فهو قايل لك أول حاجة بنعوض فيها الحاء ن زائد 1 ناقص الحاء ن. فهو هنا الحاء ن زائد الواحد، الحاء ن زائد الواحد فهنا هتبقى 3 كوس النون زائد الواحد يفرق كوس ناقص الاثنين، والحاء ن اللي هي 3 ن ناقص الاثنين. فانت لو لاحظت انها تبقى 3 ن زائد 3 ناقص الاثنين ناقص 3 ن زائد 2، عشان انت هنا في سالب بره، فانت هتضرب في السالب، هتضرب السالب هتبقى سالب 3 ن زائد الاثنين، فانت هتقدر تطير هنا ال3 ن مع ال3 ن وتطير الاثنين مع الاثنين تساوي 3، فال3 اكبر من الصفر، فدي تبقى تزايديه. هنخش على المثال الثاني بيقول لك الحاء ن بيساوي حاء ن افتح قوس 1 2 على 2 ن زائد الواحد. فاحنا متفقين ان احنا اول حاجه بنبتديها حاء ن زائد الواحد ناقص الحاء ن، فانت هنا هتقول الحاء ن زائد الواحد ناقص الحاء ن 1 على الحاء ن زائد 1 هتبقى 2 افتح قوس ن زائد 1 اقفل قوس زائد 1 ناقص الحاء ن اللي هي 1 على 2 ن زائد الواحد. فانت هنا هتعوض هتبقى 2 ن زائد الثلاثة ناقص الواحد على 2 ن زائد الواحد. فانت هنا هنضرب المقام في المقام والمقام في البسط والمقام في هنعمل ايه؟ مقص ونضرب المقام في المقام. فانت هنا ضربنا المقام في المقام هتبقى 2 ن يعني المقام ده في المقام ده صح كده، وبعدين ايه؟ نعمل مقص ال 2 ن زائد 1 ناقص 2 ن زائد الثلاثة، فهي هتطلع بسالب 2. سالب 2 ليه؟ عشان احنا هنا لما هتقول 2 ن هتطير مع الاثنين ن عشان هنضرب، والثلاثة تبقى سالب 3 زائد الواحد هتبقى بسالب 2 على المقام، فدي هتبقى أصغر من الصفر، فهنا المتتابعة دي تناقصية. نخش هنا على المثال الثالث. هنا بيقول لك الحاء ن بيساوي السالب 1 والسنون على النون زائد الاثنين. فاحنا برضو زي ما اتفقنا نبتدي بحاء ن زائد 1 ناقص الحاء ن بتساوي، هنعوض بقى نقول هنا السالب 1 بدل ما هي ن هتبقى ن زائد 1 تحت ن زائد 1 زائد الاثنين، وهو حاء ن اللي هي السؤال اللي هو سالب 1 والسنون على ن زائد الاثنين بتساوي، هتبقى هنا سالب 1 ن زائد 1 ن زائد 1 ناقص السالب 1 والسنون على ن بتساوي سالب 1 ن زائد 1 افتح قوس 1 زائد
واحد على نون زائد واحد زائد واحد على نون، فهنا بتساوي سالب واحد نون زائد واحد، 2 نون زائد واحد على النون في افتح قوس نون زائد واحد. مقدار الناتج الموجب يعني هي مقدارها ناتج موجب إذا كان عددها فردي وسالب، إذا كانت النون عدد زوجي. يعني هنا بيقول لك إذا كان النون عدد فردي وسالب، إذا كانت النون عدد زوجي المتتابعة الحاء نون ليست تزايدية وليست تناقصية. يعني هو بيقول لك مقدار الناتج موجب إذا كان العدد فردي أو سالب، يعني فردي أو سالب. لو هو بقى عدد زوجي، لو عدد زوجي يبقى هي ليست تزايدية وليست تناقصية. هنخش على المثال الرابع. بيقول لك الحاء نون بتساوي 5. الحاء نون زائد واحد ناقص الحاء نون بتساوي 5، ناقص الخمسة بصفر، يبقى دي الثابتة. هنقول ليه إنها الثابتة؟ عشان هو قايل لك إن هنا الثابتة إذا كانت الحاء نون زائد واحد بتساوي الحاء نون، أي الحاء نون زائد واحد ناقص الحاء نون بتساوي صفر. وهي هنا ايه؟ ساوت صفر. ساوت صفر ليه؟ عشان انت اصلا مفيش نون، يعني هو كاتب لك هنا ده رقم وهنا مفيش رقم، يعني انت يعني هنا في رقم وهنا حاء نون زائد واحد، فاحنا متعودين ان لو في نون بنعملها زائد بتبقى نون زائد واحد. هنا مفيش نون اصلا، فهي هتبقى 5 زي ما هي، هتبقى 5 ناقص الخمسة بتاع الحاء نون هتبقى بصفر، فدي متتابعة ثابتة. هو يقول لك بقى الكلام اللي احنا قلناه، يعني الكلام اللي هو اثبت انها ايه؟ ثابتة. بيقول لك ملحوظة، المتتابعة الثابتة هي متتابعة جميع حدودها متساوية. أي الحد العام اللي هو الحاء نون بيساوي ألف. ألف ده اللي هو زي الخمسة، حيث الألف تنتمي الحاء، ويكون الحاء نون زائد الواحد ناقص الحاء نون بتساوي صفر، وقد تكون منتهية أو غير منتهية، مثل متتابعات خمسات اللي هو مثلا 5 5 5 دي منتهية. الغير منتهية سالب 2 سالب 2 سالب 2 إلى ما لا نهاية، اللي هو سالب تفضل سالب 2 بقى إلى ما لا نهاية، دي تبقى غير منتهية. وكده تكون خلصت حلقتنا. وفي ملحوظة عايز أقولها لكم، إن في قناة تانية اسمها معهد الثلاثاء، القناة دي بينزل عليها شرح أولى ثانوي، فأنت لو عندك واحد صاحبك أولى ثانوي، أخوك أولى ثانوي، حد من قرايبك أولى ثانوي، ابعت له اللينك وخليه يشوف الشرح، لو عجبه الشرح ينضم لعائلتنا إن شاء الله. ونشوفكم الحصة الجاية إن شاء الله، وتفعل زر الجرس وتعمل لايك على الفيديو.